السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. من كام يوم حصل في السويد إن شخص عراقي حرق المصحف الكريم في السويد. طلعت هيئة كبار علماء المسلمين شجبت ونددت بالموضوع كالعادة، كعادة العرب. طلعت السعودية نددت بالموضوع. طلع الأزهر برضه ندد بالموضوع. الموضوع ما استمرش كتير والدنيا هدت. نفاجأ بالحدث الكبير. فيديو طلع لشخص بيقولوا انه مصري وبيقولوا انه هو ابو مصطفى. المرة دي بقى بهدل الدنيا بالنسبة لكتاب ربنا الكريم. في اول الفيديو اتكلم كلام وحش على القرآن وقعد يقرأ آيات من المصحف، وبعد كده رمى المصحف في النيل. جه بعد كده في نفس الفيديو في لقطة تانية كب الخمرة على المصحف وقعد يقول آيات قرآنية. وبعد كده الكبيرة بقى اللي هي تعتبر الكبيرة من الكبائر اللي هي مفيش بعدها، إنه داس على المصحف برجليه وبعد كده حرقه. اللي عايز أقوله إنه بنسبة 90% إن الشخص ده مش مصري، لأنه هو لو مصري مش هيقف كده على كوبري في النيل ويبث الفيديو كده ويتكلم بكل تلقائية كده والكوبري فاضي ويقول اللي قاله ده. عايز اقول ان الاحداث دي احداث مقصودة وموجهة. مقصودة وموجهة. في الحدث الاولاني جاب لك واحد قال لك عراقي، اللي راح السويد عراقي. طب وهي يعني هو خلاص الدنيا ضاقت بالعراقي ده، ساب العراق وراح السويد عشان يحرق المصحف هناك ويقول لك انا مسلم؟ ساب العراق وراح السويد. السويد معروف ان هي دولة ملحدة ما بتعترفش بالاديان. ده طبيعي، ولكن انت رحت السويد ليه ما تروح اي دولة تانية؟ المهم، بس الحدث بيقول ان هو عراقي. الحدث ما فجرش قنابل والدنيا ما قامتش، ولكن هتقوم بسبب الفيديو اللي هو بيقول انا مصري. لان مصري، كلمة مصر ديت بتزلزل اي مكان، بتزلزل اي كيان، بتخلي الدنيا تقوم وما تقعدش. ولكن الاهم من ده كله ان انتوا قاصدين تعملوا بلبلة للمسلمين في الدول العربية. اعتقد ان اللي عمل الموضوع ده هي المجموعة 8000 اللي هي بتتبع للكيان الصهيوني. المجموعة دي كل شغلتها ان هي تتكلم باللغة العربية في الصفحات والمنتديات والسوشيال ميديا. تكتب بالعربي، تتكلم وتقول افيهات بالعربي. هم اصلا اسمهم المستعربين. يعني هم تبص تلاقيه يكلمك بالعربي كمان بالمصري مثلا بعدة لهجات. يكلمك باللغة الساحلية اللي هي لغة أهل اسكندرية وبورسعيد والسويس، يكلمك باللغة الصعيدي، يكلمك باللغة البحري بتاعت أهل الدلتا. فأنت تحس إن هو مصري. أنا عن نفسي قابلت إخوة يمنيين في السعودية، كانوا بيكلموني قسما بالله العظيم انا كنت بفتكرهم صعايده مش يمنيين. ليه يا سيدي؟ سالتهم انتوا ليه انتوا بتتكلموني مصري ليه؟ قال لك اصل احنا كل فرجتنا على الافلام المصري، كل فرجتنا على المسلسلات المصري، كل سمعنا اساسا للاغاني المصري، فبقينا لهجتنا مصريه. فعايز اقول المتخصص اللي حابب يبقى متخصص في تدمير البلاد وعمل الفتنه، من السهل عليه ان هو يتعلم اللغه المصريه. ولكن انا مش قاصد اقول ان هو يعني مصري عشان الصقها بالمصري، لا. انا عايز اقول ان ده تبع المجموعه 8000 زي ما قلت. هم مش قاصدين، يعني مش عايزين استقرار للدول العربيه جمعاء. عايزين يقوم فتنه ما بين الدول العربيه ومصر،
ويقول لك مصر، ابن مصر حرق الكتاب القرآن الكريم، ابن مصر بصق عليه، ابن مصر داس عليه، فيحصل كره للمصريين، ويحصل اشتباكات او مناوشات ما بين المصريين في الدول العربية، سواء العاملين في الخارج او اللي بيدرسوا في الخارج. يعني انماط متعددة من الاحتكاكات هتحصل، وفي الاول وفي الاخر يقصدوا بيها ان ما يبقاش في استقرار في مصر، ويحصل مشاكل ما بين العمالة المصرية، وبالتالي تقل التحويلات المصرية، ويحاولوا يهزوا الاقتصاد. واحنا في امس الحاجة ان الاقتصاد بتاعنا يبقى مستقر عشان البلد تقوم. دي رسالة انا بوجهها للشرطة المصرية. السادة المحترمين، يا ريت تدوروا في الفيديو ده وتشوفوا اصله ايه. لو اصله يعني البث من مصر، لازم الراجل ده يجي، لان هو عمل ردة. ده اسمه لو كان مسلم يبقى ارتداد عن الاسلام، ولازم يتحاكم، وكلنا هنطالب بالاعدام. لو كان الفيديو يبث من دولة غير مصر، لازم يعلنوا برضو الكلام ده، عشان نقول يا جماعة ده مش مصري. وزي ما قلت لكم، ده من وحدة 8000، الوحدة 8000 المستعربين اللي تبع الكيان الصهيوني، هم اللي قاصدين الكلام ده، عشان بس الناس تهدى وتستقر. ويا رب تفضل بلدنا في استقرار وفي امان ان شاء الله، هي والدول العربية والدول الاسلامية. اذا عجبك الفيديو دوس لايك، سبسكرايب، فعل زرار الجرس، واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.